النهاردة هقولك بشرح تفصيلي جدا ازاي تقدر تعمل صور باستخدام الذكاء الاصطناعي ببلاش من خلال استخدام اعداد جوجل لانشاء الصور بجودة عالية وبواقعية عالية جدا جدا وباستخدام موبايلك بس. اول حاجة كل عليك تدخل على الاب ستور بتاعك او متجر تطبيقات بتاعك، لان احنا هنحتاج ننزل تطبيق VPN عشان نقدر نوصل للموقع ده. انا شخصيا هحمل التطبيق ده على سبيل المثال وهضغط تثبيت. بعد ما احمل معانا التطبيق ده هضغط فتح التطبيق بتاعنا وهقبل الشروط والاحكام اللي هو هيقول لي عليها. هستنى شوية يفتح معايا وبعدين عايزة اختار موقع مثلا زي مواقع الولايات المتحدة. هيعرض عليا عملية شراء التطبيق. هضغط على علامة الاكس اللي موجودة هنا وهفكني من الكلام ده كله. هضغط على علامة الكرة الأرضية دي وهختار مثلا من المواقع المجانية. هنا هختار وليكن فرنسا. هوافق على الشروط هنا وهيبدأ يقول لي ان VPN متصل. دلوقتي كل حاجة زي الفل. خلينا نروح دلوقتي للمتصفح بتاعنا ونبحث عن الموقع اللي احنا هنستخدمه النهاردة الخاص بجوجل لإنشاء حساب. دلوقتي هندخل على الموقع ده وزي ما انت شايف هتلاقي ظهر لك تسجيل الدخول باستخدام حسابك خاص بجوجل او بالجيميل. هيفتح لك الواجهه دي. لو لقيت VPN بيعلق معاك او مش شغال معاك فجرب زي ما انا عملت كده في الفيديو. غيرت تطبيق VPN نفسه للتطبيق ده، وده مش اعلان على فكره، للتطبيق ده، وقفلت عملت وضع الطيران واستخدمت الواي فاي عشان ما ياخدش اللوكيشن بتاعي. دلوقتي بقى هروح للموقع هنا وهختار التسجيل باستخدام حساب الجيميل بتاعي، وهتنزل تحت خالص كده هتقبل كل الكلام ده والتفاصيل دي. تمام. دلوقتي كل حاجة عندك هنا زي الفل. المطلوب منك بس تكتب وصف الصورة اللي انت عاوزها في المكان ده. عشان اكتب وصف صحيح للصورة اللي انا عاوز اعملها رحت للشات GPT وقلت له عاوزاك تساعدني في كتابة وصف الصورة عشان اديها لأداة ذكاء اصطناعي، والصورة عن رجل خليجي بياكل برجر في احد المطاعم بشهية، واريد تفاصيل الصورة بطابع واقعي وجودة عالية. عاوزاك تكتب تفاصيل دقيقة لوصف الصورة وتترجمها لي باللغة الانجليزية وتعرضها عليا ونبعتها للشات GPT بالشكل ده. دلوقتي هيديني وصف الصورة باللغة العربية ووصفها باللغة الإنجليزية. كل عليا أعمل تحديد كده لوصف الصورة باللغة الإنجليزية وأروح أحطها في مكان إضافة وصف للموقع اللي احنا استخدمناه، وهيحمل شوية ويديني الصور اللي انا قلت له لشات GPT ان هو يديني الوصف بتاعها بجودة عالية. هتستنى ان هو يخلص تحميل بالشكل ده وبعدين هتشوف نتائج الصور بنفسك. ودلوقتي بص بقى معايا كده نتائج الصورة اللي طلعت عاملة ازاي. اي صورة تعجبك من هنا تقدر تحملها بمنتهى السهولة او حتى تعدل على الوصف بتاعها زي ما انت عايز. نضغط كلمة تحميل من هنا لو احنا عاوزين نحمل الصورة، ولو احنا عاوزين نعدل عليها هنعدل عليها تاني من هنا، ولو احنا عاوزين ناخدها كوبي هناخدها كوبي من هنا. هيدي لك 4 نتائج لوصف الصورة الواحدة تقدر تستخدمه ويطلع منه صور بجودة عالية جدا جدا وتعدل في اي تفاصيل انت عاوز تعدل فيها في الصورة. لو عجبك شرح الفيديو ده واستفدت منه تابعني عشان يوصلك كل جديد اول باول، واكيد اشترك في قناتي. انا ايمان محمد. شكرا لكم دايما وابدا، والسلام عليكم.